ليه؟ عشان نلم القرف اللي فيه. بابا عارف دول اسمهم ايه؟ بابا بص دول اسمهم ايه؟ دي اسمها ايه؟ بابا بص دي اسمها ايه؟ ايه؟ بص شلباز. ايه؟ اسمها ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة على كل متابعينا ومشاهدينا واللي لسه هيتابعونا واللي لسه هيشاهدونا. عاملين ايه يا حبايبي؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. قبل ما نخش في موضوع الفيديو زي ما احنا متعودين مع بعض، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. بحب اشكر كل اللي يدعمني باي شكل من الاشكال، سواء بيعمل لي لايك على الفيديو او بتعليق في كلمة طيبة او باشتراكه في القناة، لان كل ده بيساعدني ان انا استمر واقدم محتوى مفيد وعن تجربة بفضل الله. لو عجبك الفيديو حابب تعمل مشاركة للفيديو عشان الكل يبدأ يتابعه ويشاهده والكل يستفيد، جزاك الله خيرا. هنتكلم في موضوع مهم في الفيديو ده، والموضوع ده بيخص كل غواة الحمام، والموضوع ده بسببه خلى غواة كتير تصفي الحمام اللي عندها. مبدئيا قبل ما نخش في أي حلول لازم نعرف أساس المشكلة إيه. وأساس المشكلة هنا جشع التجار. جشع التجار هم اللي خلوا الكلفة توصل للأسعار دي. طب هل في أزمة حقيقية ولا دي أزمة متفاعلة هم قاصدين يعملوها؟ طبعا هي مش أزمة حقيقية، هي أزمة متفاعلة بسبب جشع التجار، لأن التجار عايزة تكسب تمام مبالغ ومكاسب خيالية. في فرق بين تاجر وتاجر، في تاجر صغير وفي تاجر كبير. مشكلتنا مش مع التاجر الصغير، لأن التاجر الصغير كل اللي يهمه اللي هو يجيب بضاعة ويحرقها وفي نفس الوقت يعرف مكسبه إيه، وبياخد مكسبه ده عشان يعيش تمام في الأحوال اللي إحنا عايشينها، يجيب طبعا التزاماته واحتياجاته. لكن التاجر الكبير يا جماعة هو ده مربط الفرس، او هو ده اساس الازمه، لان طبعا عنده اول حاجه راس مال كبير يقدر يحتكر السوق، غير المخازن اللي عنده اللي بتساعده ان هو يجيب بضاعه بكميات كبيره ويقدر يخزنها. وهنا جشع التاجر الكبير اللي عنده مخازن كبيره ومعاه ماديات قويه بيقدر طبعا يتحكم في السوق. طيب احنا دلوقتي زي ما التاجر الكبير بيتلاعب بينا تمام وخلانا نعيش في أزمة حقيقية. طيب نعمل ايه معاه؟ زي ما هو بيتلاعب معانا، زي ما هو بيتلاعب معانا تمام احنا نتلاعب معاه. بمعنى هنيجي برضك نتكلم تمام بأدلة وبراهين. خلاص احنا اتفقنا دلوقتي، احنا بنتكلم ان دلوقتي مثلا الكلفة خلاص مش هتنزل وهتفضل بالسعر ده، وممكن سعرها يبقى أزيد. طيب دلوقتي احنا عايزين نحط تمام حلول تمام نقدر نكتف ونأيد حركة التاجر الكبير اللي هو عنده فلوس كتيرة وعنده مخازن طبعا كبيرة، يقدر ايه يعين بضاعته دي وفي نفس الوقت بيقدر يعطش السوق من البضاعة دي. احنا هنتلاعب معاه زي ما هو ذكي، احنا برضك هنتذاكى عليه. ازاي؟ هقول لك ازاي. اول حاجه انت جوه سلكتك دلوقتي اي فرد حمام شعبي اتخلص منه، حتى لو هتذبحه وتاكله
لو هتذبحه وهتاكله. سيبك من قصه ان ايه هتبيعه بنص ثمنه، لان لو هتبيعه بنص ثمنه فبرضك هيفضل موجود تمام، وحد تاني هياخده. لا، احنا خلينا فكرنا فكر واحد وايدينا ايد واحده. يبقى الحمامية الشعبي تمام انا اذبحها واتخلص منها. طيب في نفس الوقت لو في حمامية مش منتجة عندي، يعني حمامية ما بتشتغلش تمام بشكل كويس في انتاجها، ابدا اتخلص منها. سواء مثلا ذكر مثلا بيعمر لي مرتين ويروق لي مرتين، لا انا اذبحه. مثلا نتايه بتحصيني مثلا حصويتين وبتقعد 3 4 شوش ما تحصيش، او بتقعد لها 3 4 شهور وبعد كده بتحصلي بيتين تاني، دي ابدا اتخلص منها، اذبحها خالص تمام. في نفس الوقت برضك لو الحمام ما بيزقش عياله كويس وما بيقاومش عياله، ازقه خالص. طيب يبقى انا كده قدرت ايه اقلل تمام الحمام. طب لما انا اقلل، انا بتكلم جوه سلاكه الغاوه اهو، بتكلم على غاوه واحد، وكل الغواة هتعمل بالسيستم ده والفكر ده عشان نوصل لحل. دلوقتي انا جوه سلاكتي خلاص اتخلصت من الحمام اللي فيه مشاكل اللي انا ذكرتها من شويه، خلاص اتخلصت منها. ببدا دلوقتي عندي ايه؟ ببدا عندي الحمام الغالي. طيب والحمام الغالي ده هو ده وقته يا جماعه، وانا كلمتكم قبل كده في فيديو من فيديوهاتي على القناه، قلت لكم هيجي وقت ان محدش هيربي غير الحماميه الغاليه، لان الحماميه الغاليه اول حاجه انتشارها ما بيبقاش بشكل سريع. يعني الحماميه الغاليه اصلا انتشارها صعب انه يكون ايه بكميات كبيره. ليه؟ لان الحماميه الغاليه اول حاجه بتاخد خدمه كويسه، في نفس الوقت عشان انت تمسك انتاج من ورا الحمام الغالي ده فبياخد منك مجهود كبير، غير برضك ان هو بيقع منك حمام غصب عنك، لان بيظهر عندك في فرخك حمام صعب، حمام ما بيعديش، حمام برضك هو ده ما يعتبر مناعته مش قويه جدا. فانت من هنا برضك هيبقى انتاجك قليل بس مرغوب في الاسواق وبين الغواة. طيب هنا انا لما بدات ايه خلاص الحماميه اللي موجوده جوه السلاكه بتاعتي حماميه مثلا مستواها متوسط او مستواها قوي، فهنا انا قللت العدد. طيب انا لما بقلل العدد دلوقتي انا كنت مثلا باكل في الاسبوع مثلا باكل لي مثلا 50 كيلو مثلا في الاسبوع، كنت باكل 50 كيلو. بعد ما اعمل اللقطه دي ان انا اتخلص من الحمام الشعبي واتخلص الحمام اللي هو مش بينتجش كويس، مش متظبط معايا او ما بستنفعش منه تمام كده، انا بقلل الكلفه. طب لما بقلل الكلفه تمام، بدل ما بقى اهلك مثلا في الاسبوع او بحرق في الاسبوع 50 كيلو، فانا هحرق لي مثلا 15 او 20 كيلو، ففي فرق جامد. طب النهارده لما انا كنت بروح للتاجر الصغير ده تمام وباخد منه 50 كيلو، لما ابدا اخد منه مثلا 15 او 20 كيلو، وغيري برضك هيعمل كده وغيري هيعمل كده، بدل ما هو كان بيحرق مثلا في الاسبوع مثلا طن، فهو هيحرق مثلا ربع او نص طن. طيب اصبح هو دلوقتي هيعمل ايه؟ دلوقتي مش خلاص، يعني السحبه اللي عليه او الضغط اللي عليه خف. طيب في نفس الوقت برضك الحبوب هتكون مترطرطه وموجوده كتير. طب هيعمل ايه التاجر الصغير ده؟ التاجر الصغير ده بدل ما كان بيروح كل اسبوع للتاجر الكبير اللي هو معاه فلوس ومحتكر السوق وماسك السوق بفلوسه ومخازنه اللي بيعين فيها او بيخزن فيها بضاعته، فبدل ما كان بيروح له اسبوع هيروح له كل اسبوعين 3. طب ما التاجر الكبير ده برضك عايز البضاعه اللي عنده دي تحرق ويكسب كتير. طب هيبقى عليه برضك التاجر الكبير ده هيبقى مش عليه الرجل كتير او مش هيبقى عليه سحب كتير. فالتاجر الكبير هيعمل ايه هنا؟ بص بقى، احنا بنتزاكى زي ما هم بيتزاكوا علينا وبيخسرونا، احنا هنتزاكى عليهم برضه. هو دلوقتي تمام السحب هيقل عليه. طب لما السحب يقل عليه هيعمل ايه؟ هيبدأ طبعا هيبقى في تنافس بين، هو عايز يحرق بقى، هيبقى في تنافس بين الغواة بين التجار والكبار اللي هم عندهم معاهم ماديات قويه وعندهم مخازن يخزنوا البضاعه. هيبقى في تنافس بينهم ازاي؟ هيحاول كل تاجر كبير معاه ماديات قويه وعنده مخزن فيها كميات كبيره تمام من الحبوب دي، هيبدا يعمل ايه؟ هيقلل في السعر شويه. ليه؟ لان عايز بقى يحاول يكون عنده تمام نسبه تمام كبيره من المستهلكين
او بالتجار الصغيره تمام اكتر ان هم يسحبوا منه البضاعه، فهيبقى في تنافس بين التجار الكبار، فهيبدا كل تاجر تمام يناطح التاجر تمام اللي معاه في نفس القار. هيعمل ايه بقى؟ يناطحوا ازاي؟ طبعا مش هيتكاتفوا، لان كده كده اصلا الضغط عليهم خف والحرق عليهم قل والسحب عليهم قل، فهيبدا كل واحد يقول لك ايه يلا نفسي، فكل واحد هيقلل من سعر البضاعه بتاعته. لما يقلل من سعر البضاعه بتاعته تمام، فهو عشان يبدا ايه يشد ايه التاجر الصغير، فبدا ما يكون عنده مثلا 10 12 تاجر كانوا بيسحبوا منه ويحرقوا له البضاعه، بقى يبقى عنده 30 40. طيب في تاجر تاني هيخسر التجار دي، لان في تجار هتسيب التجار الصغيره، هتسيب التجار الكبيره، لان هتروح لتاجر تاني قلل في سعر ايه في سعر الحبوب. فاحنا كده بقينا نتلاعب معاهم. يبقى احنا لما نبدا نخف الحمام ملوش لازمه، ومن دلوقتي يا جماعه كل واحد يسمع الفيديو ده يعمل باللي انا بقوله. صدقني انت لو عملت كده، اول حاجه انت كده كده كان يعني يعتبر ده حل كان المفروض نعمله من زمان. كان بالنسبه ان احنا نعلى بمستوى ايه، بنعلى بمستوى الغيه، ان الحمام الشعبي ما يكونش ليه مكان تمام، او يقل بنسب كبيره، وفي نفس الوقت يبقى المتاح او الموجود كتير عند الغواة مستويات متوسطه او قويه. فخلاص هي إيه محتاج ايه تاني؟ الكلفه غاليه. خلاص انت عجزت ان انت تمام بدل ما تجيب ما تعجزت ان انت تجيب مثلا كل اسبوع 50 كيلو، معكش ان انت تدفع. طب زائد ان برضك ما عادش فيه برضك، خلي بالك. واحد يقول لي لا انا هحتفظ بالحمام. طيب انت لما هتحتفظ بحمام انتاجك هتروح فين؟ حتى في ركود في تمام خمول في البيع والشراء في السوق. لو انت هتيجي عايز تبيع بقى، فانت هتبيع برخص التراب. طب ما ليه؟ طب ما انا الخساره تمام، الخساره اللي انا اخسرها تمام وفي نفس الوقت مش هتقدمني، طب ما انا انهي الخساره دي خالص وخليني في المكسب. اصفي الحمامتين الشعبي، حمامتين مش منتجين، حمامتين اللي انا ذكرت اللي فيهم مشاكل ذكرتهم لك من شويه، تبدا تتخلص منهم خالص تمام. يبقى تركز على الحمامه المتوسطه والحمامه القويه ماشي، وبتقلل حضانك، تقلل دنيتك وتظبط دنيتك، هتبص تلاقي الدنيا راقت زي ما هم بيتذاكوا تمام وبيشغلوا دماغهم علينا، احنا برضك نتذاكى ونشغل دماغنا عليهم. سهل خالص. انا فصصت لك الدنيا، لان الازمه دي مش ازمه حقيقيه، دي ازمه مفتعله من التجار اللي معاهم ماديات قويه وعندهم مخازن بفضل الله تمام. فانت لما تشتغل بالحته دي فانت هتعجزهم زي ما هم عجزوك، وعايز يسدوا نفسك تمام، عايز يسدوا نفسك عن الغيه، فانت برضك لا برضك منها هتفتح نفسك للغيه. حمامتين عددهم قليل، مستواهم متوسط او مستواهم قوي، هتشتغل عليهم، خدمتك هتقل، كلفتك هتقل، هتعرف تجيب لهم ادويتهم، هتعرف تهتم بيهم اكتر، هيكون عندك مستوى متوسط ومستوى قوي في انتاجك. هتبص تلاقي حمامك ده المتوسط او القوي متاح في الاسواق وعليه اقبال من الغواة، فانت كسبت تمام، كسبت من ناحيه من طرفين، وفي نفس الوقت عجزت تمام جشع التاجر او جشع التجار تمام كده. طيب واحد هيقول لي كلامك زي الفل، طب يعني انا اخد بالكلام ده؟ انا عايزك تاخد بالكلام ده تمام ثقه مليون اللي فيها وشغل دماغك. التاجر مش كل اسبوع بيستورد حبوب. لو هنقول الحبوب احنا بنجيبها من بره، مش كل اسبوع بيستورد حبوب. الحبوب دي بتيجي ايه؟ بتيجي بتتجاب وتتخزن في مخازن، وبيشتغلوا عليها بقى بالتبخير، وبيشتغلوا عليها بالرش وكده عشان ما تسوسش وكده. فانت شغل دماغك، ما تبقاش انت تمام الطعم تمام اللي بيصطادوا بيه السمك. خليك ذكي زي ما هما بيتذاكوا اتذاكى. طبعا كل اللي بيتفرج عليا في الفيديو ده طبعا بحب اشكره ان هو بيعمل لي لايك على الفيديو او بتعليق في كلمه طيبه. ولو اول مره هو بيتابعني او بيشاهدني طبعا اشتراكه فضلا وليس امرا، وبيخليني للاحسن وبيكبر قناتي. ومتنساش لو انت اول مره برضك تتابعني او تشاهدني فعل زر الجرس لوصالكم كل جديد، وانتظروني كل جديد وفريد للغاوي وللغاية المصرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.